تبقى في السبت ده، عشان بس ايه المنظر بصراحة يعني ما يسرش. يا حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني، دايما بتوحشوني. طبعا هتعملي ايه يا اموله النهارده؟ عايزه اقول لكم ايه، دي عده يا جماعه، على فكره مش كركبه، عشان بس الناس ايه اللي بتتفرج بتقول ايه انت مكركبه انت لا، دي عده يا جماعه، واحنا كنا حاطينها فوق ونزلناها تحت وهنطلعها تاني فوق، بس ايه مش دلوقتي. حطوا كده ايه لايك بس للفيديو، عشان بس ايه الفيديو يعني اكبر عدد من الناس يشوفوه يا جماعه، لان القناه فعلا وقعت. فانا عايزاكم بس ايه تساعدوني، تقفوا جنبي باللايكات. طبعا انا هحاول، دي طبعا الاستندات احنا خلاص خلصنا معارضنا وخلصنا كل حاجه خلاص، يعني انا رحت المعرض بتاع الملابس الباله ورحت طبعا كام معرض تاني وكده، فالحمد لله يعني خلاص. كل سنه وانتم طيبين، وسنه سعيده عليكم يا رب، وعلينا وعلى الناس كلها، على الوطن العربي كله، من خارج مصر ومن داخل مصر، من كل انحاء العالم. طبعا ايه بص، عشان انا بس يعني هحاول بقدر الامكان ان انا يعني ايه على قد ما اقدر ان انا بس ايه اشيل الحاجه اللي هي في الارض دي، احطها بس ايه في الجرادل اللي هي هنا دي. وربنا يستر بس ايه ما اشوفش فار، ربنا يستر. لا انتوا عارفين بس الفيران بتنزل من فوق السطح وبتطلع تاني، لكن انا هنا في الشقه الحمد لله انا محرصها. ماسيو تعالى ساعدني، نعم الله عليك. تعالى ساعدك بقى ليه ان شاء الله. طب هات لي كيس طيب من حاسب يا مصر. تعالى هنا عشان الغساله. بصوا انتوا شايفين كميه الغسيل اللي ورايا، ومشغله الغساله وعملت غسله ونشرتها. بس يا مصر بس ما تتعبش. انت ادخل هات لي بتاع ده، هات. شوف طب هات الكيس ده نحط فيه. هات الكيس ده تحت الموتور ده. انا حاسه ان انا قاعده في زريبه يعلم ربنا. خلاص ما نشيلش الخط. هات المقشه دي يا مسي. قوم. دي ايه ده فاضيه؟ لا فيها الحاجات بتاعت هات المقشه دي. طيب مش عارفه. خد الغساله بتنظم لي عشان تتكهرب. هات اهو على قد ما بقدر، وزي ما انا قلت لكم بس ايه دي عده يا جماعه، عده مش كركبه. بس انا ايه عشان خاطر العيال فرشوهم فرش في الارض. دي مسامير. ماسيو انت مالك اتفرشت ليه كده؟ قوم الارض مش نظيفه، ما تسحبش، احنا ما بنصدق نشيل. ده ايه هو ده؟ ما تسحبش خلاص. طيب اوعى يا لهوي، زريبه عايشه فيها يا ولاد. كل اللي يجيب حاجه من تحت السلم يفرش الدنيا فرش. فيها ايه؟ ها خلاص كده خد
الاستندات دي يا جماعه استنى بس العيال يطلعوها فوق. اهو طلعت فوق لا هات لي الكيس ده، هاته بخيصهم هات. ده. اه بالراحه. ايه اللي صار كده؟ اسمها طب واحد بابا. اه هاي يلا. لايك يا حبايب اموله، بفكركم باللايك. ما بص. طيب بص مرسوم على طب اوعى بس ابص على ايه، ما انا بص على كتير. اوعى. هاي طبعا هلم برضو الشوزات دي في كرتونه. ايه دي؟ والله زوايا. انا حسيت ان انا شفت بتاعت بكرة. استنى بس اجيب الجاروف. اوعي مس اوعي مس وهو اتخبط في الجاروف. طب ما العدة. معلش الله. معلش. تعالى هنا الغسالة بتخر لحسن تتكهرب. انا بعيد والله. وانا حار. بصوا كل الشوزات هعباها هنا في السبت ده، عشان بس ايه المنظر بصراحة يعني ما يسرش. اهو حاجات هنا انا مش عارفه بصراحه بتتلبس ولا ما بتتلبس. لما يجوا بقى ايه العيال واشوف دول. العب ازاي؟ اهو.
وهوديه طبعا على النار. اهو اللي وصل مع أمولة لحد هنا المايك حبايب أمولة. هاكبس طبعا دول يا جماعة وايه وارجع لكم تاني. هاكبس دول وارجع لكم تاني. خلاص كده حبايبي انا ايه خلصت، والغسالة خلاص قربت تخلص، وهنشر طبعا تاني، وهجهز طبعا غسلة عشان برضو ايه هشغلها تاني برضو، عشان دي تاني مرة على فكرة اللي هي قربت تخلص، دي تاني مرة هشغل واحدة يبقى كده 3 مرات. اديكوا شايفين كمية الغسيل قد ايه، والحمد لله طبعا. انا ما مسحتش المدخل ليه بقى، ما مسحتش الحته دي عشان خاطر الغساله بتخر ميه، فربنا يستر. يمكن انتوا لو لاحظتوا كان كل ماسي وما يقف جنبها اقول له حاسب يا بس عشان تتكهرب، عشان ايه احسن يحصل مس بس في الارض من الميه اللي بتنزلها الغساله. بس كده يا جماعه، وده كان الفيديو بتاعي النهارده، وده روتيني، ومش عايزه طبعا اغيب عنكم، وعايزه اقول لكم ان انا بعد ما اقفل معاكم الفيديو ده هدخل طبعا على المطبخ اصبن حبه مواعينكم مقطار، بس مش عارفه، ولسه هعمل الغدا، فانا بفضل ان انا اعمل الغدا والمواعين اجلها مثلا شويه، يا بكره يا اخر النهار، هشوف على حسب ايه، عشان انا فعلا مش قادره. بس طبعا اللايكات يا جماعه، واللي عاوز يساعد اموله يساعدها باللايك، وشكرا طبعا على كلامكم الحلو، وربنا يخليكم لي يا رب. يلا طبعا اشوفكم على خير في فيديو جديد وروتين جديد، ومع الف مليون سلامه، باي باي.